مساء الخير، انا جروس مكرم فنان تشكيلي، ودي اول لوحه في 2015 وحابب اوريكم الخطوات خطوه بخطوه. في الاول احنا بنحدد اللوحه اللي احنا عايزين نرسمها. تمام، هتشوف الصوره او ترسمها زي ما تحب. يعني انا اوقات بستسهل الموضوع عشان اوقات كنت برسم الصوره مثلا، فالصوره مثلا تبقى كبيره عن اللوحه، او تطلع صغيره ومش مناسبه للتابلو. في الحاجتين دول في حاجه مش هتبقى ماشيه مع الثانيه، فانا بختار اسهل طريقه ليا واعمله. اللي هو انا خلاص انا مثلا ممكن اشوف الصوره الاول اللي هو اللاين بتاعها، تمام، ولو في حاجه مثلا مش مرتاح ليها، حاسس ان هي كبيره، حاسس ان هي صغيره مثلا، بفضل اشوف كده مثلا الصوره، اشوف ايه مثلا ممكن يكون كبير مثلا، العين مش مظبوطه مثلا، شفتها مش كويس، الودن مثلا، المناخير، في حاجه اكيد طبعا مش هتطلع مظبوطه في الشفه. فبتبدا بقى تتقل بالقلم الرصاص على حاجه خلاص اللي هي مظبوطه 100%، تبدا تتقل عليها بالقلم الرصاص. ده كده اول مرحله في الرصاص. بعد ما نخلص بنبدا بقى الالوان من الغامق للفاتح، زي ما اتعودتوا معايا في اي فيديوهات قبل كده، ان ببدا في الغامق الاول وبعد كده في الفاتح، عشان الغامق هو اللي بيظهر الصوره. وديت خلصت المرحلتين اللي فاتوا دول، والنهارده حابب اضيف حاجه جديده للدعايه مش اكتر، حاجه للدعايه مش اكتر، اتعودوها مني في الفيديوهات بتاعتي، اللي هي ان ممكن هجيب اسم حد ترند مثلا زي عمرو بيلا مثلا، انتوا قاعدين كلكم تشتموه، مش هجيبه هو طبعا، اكيد مش هيجي يقيم اللوحه، يعني مش هيجي ياكل اللوحه، يعني هجيب اسمه مثلا في اللوحه وانا برسمها عشان الفيديو بتاعي يتشاف، لان لسه بادئ، فطبيعي اي حد برضه لسه بادئ زيي هيعمل نفس الخطوات كده. مثلا نجيب مثلا اسم حد ترند زي مثلا السويسي كلكم بتحبوه، وانا طبعا واحد منهم بحبه برضه، فهجيب مثلا اسمه في الفيديو بتاعي عشان الفيديو كده بتاعي يتشاف. وده كده مختصر الفيديو. طبعا انا مش هعرف اصور لكم كل حاجه في اللوحه عشان انا التليفون اللي انا بصور بيه هو اللي بنقل منه، فلازم برضه يبقى معايا تليفون انقل منه وتليفون اصور بيه. فهاخد من اللوحه اجزاء بسيطه واجمعها لكم كلها في فيديو. اتمنى ان هي تعجبكم، واتمنى ان يبقى في تقدم في التصوير، مع ان عارف ان في مشاكل عندي في التصوير او في المونتاج عامه، بس انا حابب نفسي كده، انا لسه في البدايه. فاتمنى انتوا برضو تشجعوني، ولو في حاجه مثلا اقدر انا اعملها وانا مش واخد بالي منها ممكن تقولوها. وشكرا.